السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم عن مباراة جنوب أفريقيا والمغرب صوت الأطلس. نقول هارلك للمغرب وألف مبروك لجنوب أفريقيا. طبعا حال الكورة أحيانا أنت تكون الأفضل ويكون تقييمك الأفضل تخسر الماتش، وأحيانا تكون تقييمك أقل من الأفضل وتجي تتحصل على الأفضل. ده حال كرة القدم. كنا متوقعين إنه المغرب حتغلب جنوب افريقيا بكل بساطة، ولكن جنوب افريقيا طبعا منتخب محترم، منتخب بيقدم كورة جميلة. ممكن جنوب افريقيا بتعرف تمرق بالكورة من الحارس لغاية المهاجم. عندهم سلاسة في التمريرات في الباص، عندهم التمركز الصحيح، عندهم المساحات بتاعت يقدر يتخلص من الواحد ضد واحد، معاهم المهارات، لعيبة جاهزين. اما المغرب طبعا ما تقدر تقول لاعب في المغرب كده ما على مستوى. كل اللعيبة اللي في المغرب كلهم على مستوى، ولكن اليوم كان في عدم عدم تفوق، وكان الكفة لصالح المنتخب الجنوب افريقي. اولا هارلك للمغرب. طبعا اتمنيت انا غايته مواصلة الزلزولي، لانه كان فعال، كان بيعمل خطورة في الجناح، ولكن طبعا في النهاية دي خيارات مدرب. طبعا المنتخب المغربي اتأثر بغياب زياش بصراحة كده، لانه زياش كان بيصنع الفارق، الكرات الثابتة، العكسيات، الارسال الطويل، ده كلها كان بيستغلوها المهاجم النصيري، كان ممكن يستغل منها. السامس المباراة دي طيلة المية دقيقة النصيري ولا كورة ما هدد بها المنتخب الجنوب افريقي. ما بزول عمل له عكسية، ما بزول ارسل له ارسال طويل عشان يقدر يعني يسجل منه هدف او يعمل ازعاج للدفاع الجنوب افريقي. حتى حكيمي ذاته اللي امس ما كان في المباراة، بالرغم انه حكيمي معروف، حكيمي ريال مدريد، حكيمي بروسيا دورتموند، حكيمي انتر، حكيمي باريس سان جيرمان. امس ما كان في الاداء وما كان في المستوى، ولكن احيانا الكورة رتمك بينزل، واحيانا بتصاعد على حسب وتيرة اللعب. ولكن جنوب افريقيا منتخب منظم، ومنتخب بيعرف يمتص الحرارة بتاعت الخصم. قدر بالوحدة، باللمسة الواحدة، بالتحركات السليمة، قدر انه يتفوق على المغرب. ولكن المغرب نقول لها لازم تستفيد وتراجع اوراقه. طبعا بالنسبة للهزيمة عادي صح، المنتخب المغربي كان مرشح فوق للعادة، ولكن خرج من البطولة. ونقول له هارلك ومبروك للجنوب افريقيين، كرتهم جميلة بصراحة، يستحقوا التأهل. طبعا الكرة انتهت 2-0 لصالح المنتخب الجنوب افريقي. اما بالنسبة لكرة بوركينا فاسو ومالي، كانت كرة جميلة، كانت كرة فيها الاندفاع، فيها القوة، فيها المهارات. انا بصراحة كده استمتعت باللاعب رقم 4 بتاع مالي ده. ده لاعب خطير لدرجة، لاعب بيعرف يسرع الريتم بتاعهم، بيعرف يبطئ الريتم، لاعب مهاري، لاعب عنده الحس التهديفي، كذلك كمان لاعب بيعرف يعمل ارسال طويل يطلع المهاجمين واحد ضد واحد. الكورة كانت جميلة. اما بوركينا فاسو، بوركينا فاسو منتخب محترم كذلك، قدم كان جميل، اداء متصاعد من مباراة لمباراة. نقول حارلك للبوركينا فاسو، والف مبروك لمالي. ونستنى الربع النهائي. طبعا المنتخبات دي كلها وصلت لذروة الاداء والمستوى والتجهيز والجاهزية لخوض
الربع النهائي ان شاء الله نكونوا منتظرين وموعودين بربع نهائي يعني ممتع ومثير. وكل التوفيق للمنتخبات الافريقية، وان شاء الله كده نستمتع بكورة جميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.